ورحمه الله وبركاته. كتاب من الاخر، رحب بكم. انا مروه خالد ويلا نبدا. حبيت حلقه العوده بعد اجازه طويله تكون تكمله لسلسله فيديوهات بداتها من 7 اكتوبر. كل اللي هيتقال في الحلقه مش اسرار ولا مستخبي، انت كل يوم بتشوفه على السوشيال ميديا وبتعديه، بس انا قررت ما اعديش وقررت اوثقه علشان يفضل للمستقبل. والحلقه هتكون اجابه لسؤال: اخواتنا في فلسطين بيقضوا يومهم ازاي؟ وتعالوا نشوف اليوم الطبيعي بيمشي ازاي وعند الفلسطينيين بيمشي ازاي. اول حاجه، انت لما بتصحى بتستخدم الميه، سواء انت هتغسل وشك او هتستخدمها في اي استخدام او هتشرب ميه. طب الفلسطيني هل بيلاقي الميه بسهوله زي ما انت بتلاقيها؟ تعالوا نشوف. علشان يحصل الفلسطيني على الميه اللي هو محتاجها بيمشي لمسافات بعيده جدا وبيملى كميات محدوده يدوبك تقضيه خلال اليوم. متخيل المعاناه اللي المفروض الصبح يقضيها علشان يحصل على الميه بس؟ طب وفي الحر اللي احنا فيه ده، اكيد ابسط شيء انت بتعوزه شويه ميه باردين، بالظبط كده. لكن الفلسطينيين اللي درجه الحراره بتوصل عندهم 40 بره الخيمه، 60 جوه الخيمه، ما بيقدروش يشربوا شويه الميه الباردين دول. وده لان الميه بتكون طعمها ما يتشربش، وده لانها بتكون اقرب للميه المغليه. علشان يقدروا يبردوها ويشربوها بيعملوا اكتر من طريقه. اللي انا عرفته ان هما بيجيبوا ازايز الميه وبيحطوها في جردل من الميه علشان تاخد من بروده الميه شويه وتبرد، او ان هما بيحفروا في اعماق علشان يحطوا ازايز الميه ويسيبوها شويه ساعات وبعد كده يطلعوها ويشربوا منها، او ان هم يستنوا لحد بعد المغرب يكون الجو هدي ويقدروا يشربوا ميه بارده. تكمله لموضوع الحر، انت نفسك بتكون قاعد في الحر اللي احنا فيه ده بحاجه خفيفه ومريحه، لكن هم اغلبهم لابس لسه لحد دلوقتي اللبس الشتوي، لان لبسهم كله راح لما نزحوا ولما اماكنهم كلها اتهدت. ده غير البنات اللي بتفضل قاعده بالحجاب لمده طويله جدا. حسيت ان يومهم صعب؟ احنا لسه مكملناش، احنا لسه في البدايه. تعال نشوف. لو قرر ان هو ياكل حاجه، انت لو عاوز تاكل حاجه او جعان هتعرف تلاقي اي حاجه تاكلها، لكن هم بيعانوا حاليا من مجاعه. تعالوا نشوف الارقام. تعرف ان 40 طفل استشهدوا بسبب المجاعه؟ طب تعرف ان 9 من كل 10 اطفال بيعانوا من نقص الغذاء؟ 7000 طفل حتى الان تم تشخيصهم بنقص الغذاء. ده الوضع الحالي. ده حتى لو لا اكل، مفيش غاز يسووه عليه، وبيستخدموا افران الطين، وحاليا بياكلوا اوراق الشجر او اي حاجه موجوده. ده حتى اوراق الشجر بقت غاليه جدا اسعارها. تعالوا نكمل اليوم. انت في نص اليوم زهقت مثلا وقررت تلعب مع شويه اطفال قرايبك مثلا، عادي. اتعلقت بحد منهم، عادي برضو. لكن في فلسطين لو قعدت تلعب مع مجموعه من الاطفال وتعلقت بيهم، انت ممكن تصحى في يوم من الايام تلاقي الطفل ده مش موجود اصلا. وده لانه ممكن يكون مات بسبب المجاعه المنتشره حاليا، او بسبب الضرب من اسرائيل، او لو حتى عايش واتصاب مفيش اي رعايه طبيه. كل اللي حكيناه اللي فات ده لو انك موجود في مخيم، اما بقى لو اتأثرت فانت حظك اسوأ واضل. وده ببساطة هتشوفوه في الصورة اللي أكيد كلكم قابلتوها على السوشيال ميديا من أيام، للشاب الفلسطيني اللي كان شكله شاب جميل جدا ومهندم. شوفوا رجع من ازاي، ونظرة الخوف والرعب والذهول الموجودة في عينيه عاملة ازاي. طبعا من اللي شافه، حتى اللي كانوا في بيوتهم طلع عليهم الكلاب زي اللي حصل في جبلية. واعتقد برضو انتوا شفتوا الفيديو. وانا بحضر الحلقة في بوست قرأته، معرفش من صحته ولا لا، بس اعتقد ان هو صحيح. في مسكت اطفالها وبدأت ان هي تكتب على جسمهم بالقلم اسمهم وبياناتهم وكل حاجة، وده لانها خافت عليهم عشان لو استشهدوا يعرفوا كلهم يتجمعوا في مكان واحد. وكتبت على نفسها هي كمان. انتوا متخيلين بقى اقصى طموح الناس واصل لحد فين؟ دلوقتي حاليا بقى في آلاف من الأطفال بتعاني من فقدان الحركة وعندها إعاقات كتير. دلوقتي في آلاف الأطفال بتعاني من المجاعات ومن الخوف ومن الجوع. دلوقتي في آلاف الأطفال فقدوا آبائهم. دلوقتي في آلاف الأطفال بتعاني من فقدان الطمأنينة والأمن. دلوقتي في آلاف الأطفال شافوا أهوال أكبر من سنهم أنت نفسك ما تقدرش تستحمل ربعها. دلوقتي في آلاف الأطفال فقدوا حتى الحلم او التفكير في مستقبل او تخيل ليه. كل اللي انا حكيته ده ما هو الا صورة بسيطة جدا ومصغرة للي بيحصل في فلسطين، ومعلومة بسيطة. كل ده مش مخفي عنك، انت عارف كل ده وكلنا عارفين كل ده وما بناخدش اي وقت. والفيديو ده انا عملته توثيقا للاحداث علشان يفضل للمستقبل. اللهم نصر قريبا. سلام.